اهلا بيكم، جايلكم فيديو جديد. هنعمل مع بعض كده طريقة المكرونة بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان عيالك هيحبوها يطلبوها منك كل يوم. معايا كده حلة ألمونيا فيها مية مغلية، حطيت فيها معلقتين كبار من الملح، وحطي فيهم شوية خل علشان خاطر الحلة الألمونيا لما بتتغلي فيها مية بتسود، انت ما بتعرفيش تغسليها كويس. خلاص، هنحط بقى نص كيلو من المكرونة في المية بعد ما غليت. هنسيبها تغلي مع بعضها كده لحد ما اجهز الصلصة. معايا برضو نص كيلو من الطماطم. هجيب بصلاية كبيرة ومعاها قرن فلفل اخضر حامي او بارد زي ما بتحبيه. هنضربهم بقى في الكبة وكده. خلاص، بعد ما المكرونة اتسلقت وصفتها في المصفى، ما بنزلش عليها مية غير لما باجي احطها على الصلصة. ما تسويش المكرونة بتاعتك قوي، علشان لما بتقعد في السخونية بتكمل سواها، يعني نزليها 3/4 سوا. خلاص كده جبت الحلة، احط بقى فيها حوالي كده ربع كوباية من الزيت في الحلة بتاعتي. استنى لما يسخن بعد ما ضربت الفلفل والبصل مع بعض في الكبة، انزل عليهم بقى على الزيت، انزل بيهم على الزيت لحد كده ما اشم ريحتهم، اشم ريحة البصلاية. انزل بالثوم، دي نص معلقة من معلقة كبيرة من الثوم. هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها. عايزة اقولك ان التكة بتاعت الفلفل ديت مع البصل بتدي طعم وريحة حلوين قوي. فكده خلاص بعد ما البصلة احمرت، هنزل بقى بالطماطم بتاعتي. النص كيلو من الطماطم، لو عندك صلصة حطي معلقتين، لكن انا ما كانش عندي ساعتها فعملتها من غير صلصة. امسك بقى الشفشق كده بتاع الخلاطة، مصمصه بقى بشوية مية كده زي الست المصرية الأصيلة، وانزل بقى ايه على الطماطم وهسيبهم بقى يغلوا مع بعض. نجيب بقى معلقة سكر، معلقة سكر صغيرة نحطها على الطماطم. اي صلصة طماطم عندك لازم تحطي عليها معلقة سكر علشان الحموضة بتاعت الصلصة، السكر يعادل الحموضة. حط بقى مكعب من المرقة بتاع مرقة الدجاج، مكعب مرقة مقلب احمر او اي مرقة بتحبيها، بس مقلب احمر دي بتدي طعم حلو قوي. حط معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة هرمية صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة كزبرة. وحطي ملح على حسب بقى الاحتياج بتاعك. انا علشان عندي الفلفل والكمون عليهم ملح فمش هحط ملح كتير، وكمان مكعب المرقة فيه ملح، فانا مش هحط ملح كتير. هسيبهم بقى ياخدوا ويدوا كده مع بعض بشكل ودي. لو عندك بهارات، السبع بهارات ممكن تحطي. كده الصلصة معايا بتغلي. انا عندي الصلصة بتاعتي لونها احمر، بس الكاميرا مفتحة اللون. بتغلى هي لحد ما الاقي الصلصة نطرت الزيت على الوش كده. لسه شوية برضو، هسيبها برضو مع نفسها شوية وهغطيها. ما تغطيهاش في الاول خالص، غطيها كده وهي كده علشان ما تطرطش الصلصة بتاعتها وبهدلك الدنيا. نعمل بقى ايه؟ شوية مخلل، بتنجان مخلل كده جنبها. جبت البتنجان اهوت قليته في الزيت، شقيته كده من النص وقليته في الزيت. معايا معلقة توم كبيرة ومعلقة فلفل اخضر، لو عندك احمر حطي فلفل احمر. حط بقى ليمونة وربع كوباية من الخل. اهم حاجة في الدقة بتاعة البتنجان الخل والليمون والثوم وبس. ما بحطش بقى ولا كمون ولا كزبرة ولا اي حاجة. ابدأ بقى اخلي البتنجان بتاعي افتحه كده واخلله كده. خلاص بعد ما خللته بقى بالشكل ده، طعمه حلو جدا. الاكلة دي حلوة قوي جنب بعضها كده، المكرونة مع البتنجان بتدي طعم حلو قوي، وبتبقى الاكلة حلوة كمان. كده خلاص بعد ما الصلصة بتاعتي اتسبكت ونطرت الزيت بتاعها على الوش، هنزل بقى ايه، هدي شطفة للمكرونة قبل لما احطها على الطماطم. اديها شطفة الاول. هنزل بقى بالمكرونة بتاعتي كده، شطفتها في الاخر خالص عشان تبقى سالكة من بعضها، ما تبقاش ماسكة في بعضها. ابدأ بقى اقلبها كده زي ما انتوا شايفين. احلى واطعم مكرونة ممكن تعمليها وتاكليها. انا عندي ولادي بيحبوها جدا، كل لما اسالهم اعملكوا اكل يقولوا لي اعملي مكرونه، حتى لو مش جنبها بانيه او اي حاجه برضو بيحبوها من غير اي حاجه. فكده خلاص عملت المكرونه، بدوقها قدامكم طعمها حلو جدا. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. وتغيير في الاكلات، المكرونه لما بتعمليها بالبصل وبالثوم بيبقى طعمها حلوه جدا. انا عن نفسي بحبها كده انا ولادي. جربيها بالطريقه دي هتعجبك ان شاء الله.
والبتنجان برضو طريقة تخليله بالطريقة ديت حلوة جدا. وكده يكون الفيديو خلص معانا، ومع السلامة.